لكن يجي هنا السؤال الأهم، إيه كان السبب الرئيسي في التنوع ده؟ وهل فعلا الأكسجين لعب دور كبير في الانفجار ده؟ خلونا نرجع شوية لورا ونفتكر إن الأكسجين ما كانش دايما موجود بالشكل اللي احنا نعرفه دلوقتي. في فترة البروتيروزويك الأكسجين في الغلاف الجوي كان موجود بس كان قليل جدا، وده كان ليه تأثير كبير على تطور الحياة. لكن مع بداية الفترة الكمبرية الدنيا بدأت تتغير، مستويات الأكسجين بدأت ترتفع بشكل ملحوظ، وهنا العلماء بيقولوا إن ده كان واحد من الأسباب الرئيسية اللي خلت الحياة تنفجر بالشكل اللي شفناه في الفترة الكمبرية. الأكسجين كان زي الشرارة اللي ولعت كل حاجة. الفكرة هنا إنه مع زيادة الأكسجين الكائنات الحية بقت قادرة إنها تنمو بشكل أكبر وتبقى معقدة أكتر. زي بالظبط ما الأكسجين بيخلينا إحنا نتحرك ونعمل حاجات، هو كمان بيساعد الكائنات الحية على إنها تنمو وتفضل عايشة. لكن السؤال هنا، هل فعلا ارتفاع مستويات الأكسجين كان السبب الوحيد في الانفجار الكمبري؟ هنا بنلاقي شوية علماء مش متفقين قوي. بيقولوا إن ممكن الأكسجين يكون عامل مساعد لكن مش العامل الوحيد. في فرضية بتقول إن الأكسجين كان بيساعد الكائنات على النمو، لكن التطور والتنوع اللي حصل كان نتيجة لتفاعل عوامل كتير زي تغيير المناخ وتغيير كيمياء المحيطات وتكون المواطن البيئية الجديدة، وحتى التطورات الجينية اللي ما كانتش مرتبطة بالأكسجين بشكل مباشر.